خلونا نقرأ عليكم شوي من لائحة العقوبات من لجنة الاحتراف، سواء اللي ربما تطبق على اللاعب أو على النادي المخل في العقد. المادة 49 من العقوبات التي تنص للاعب، طبعا فيها أكثر من فقرة، لكن بقرأ الفقرة اللي تكون أكيد تخص اللاعب بشكل مباشر، اللي هي 49 تقسيم 1 تقسيم 5. توقيع عقد احتراف لأكثر من نادي عن نفس الفترة. ومعروف أن عوض خميس وقع، ومثل ما موضح الآن بالفوجرافيك على الشاشة، وقع للناديين بنفس الفترة 3 سنوات ابتداء من نهاية عقده. صحيح. نتفق على النقطة هذه. العقوبة المتوقعة التالي بحسب المادة 49 تقسيم 2 تقسيم 2: الغرامة المالية التي لا تزيد عن 300,000. المادة 49 تقسيم 2 تقسيم 3 المرة هذه: الإيقاف لمدة لا تزيد عن 6 أشهر مع صرف نسبة لا تتجاوز 50% من أجر الراتب الأساسي، والتزام اللاعب بأداء التمارين. أبو فرح، من اللي حصل هذا تصور اللاعب طلع مستفيد ولا خسران؟ ولا النادي النصر طلع مستفيد ولا خسران؟ ولا الهلال اللي طلع مستفيد وخسران؟ من اللي حصل؟ شوف، رقميا خسران اللاعب. بتقول لي وش في شيء غير رقميا؟ أكيد بتتساءل. أنا أقول رقميا خسران اللاعب، لأنه النظام إذا طبق النظام اللي موجود عندك، اللائحة إذا طبقت، أنا ما أدري، يمكن في ثغرات ممكن يستغلها النصر قانونية، وهذا من حقه. إذا وجد ثغرات واستغلها هذا من حقه. الخطأ في القانون وليس خطأ النصر. إن وجد ثغرات في القانون واستغلها حق نصراوي واضح، لكن وفق اللائحة اللي قدامنا الآن اللاعب يعاقب، والخاسر الأكبر هو اللاعب، بالإضافة إلى أموال النادي المستنزفة نادي النصر، وهو الذي نسمع أنه يعاني. تقول لي غير رقميا وش ممكن يكسب؟ اللي جاب بالك؟ إيه بالضبط. إيه نعم، اللي جاب بالي أنه له فلوس متأخرة كثيرة، فهو في الخطوة هذه راح ترجع له الفلوس المتأخرة، مبالغ هائلة مديونية على النادي. الله مصيبة. فبالتالي هو مضطر أنه يتضرر مؤقتا بالإيقاف، إما 3 أشهر أو 6 أشهر، ويقلص راتبه في الفترة المقبلة، مقابل أنه تجيه فلوسه السابقة وجزء من العقد الجديد. في النهاية عمليا هو اللي رابح، والأندية خسرانة بالتأكيد.